السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قناة فاطمة الموح. اليوم غادي نحضر معكم كاع اسفي اللي كيجي، رايك تشوفوا معايا كي كيجي محمر ومقرمش. غادي نخليكم مع الطريقة والمقادير ونتمنى يعجبكم. وغادي ندوزو للطريقة والمقادير. عندي في المقادير كيلو ديال الدقيق، وجوج كيسان ديال السكر سنيدة، جوج كيسان ديال الزيت، وجوج كيسان ديال الماء، دايما العبر بكاس العنبة، مع كيس ديال خمار الحلوة، وكيس ديال نكهة زهرة البرتقال، مع خمارة ديال الحلوة، جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الزيت، وجوج كيسان ديال السكر سنيدة، معلقة ديال الماء الزهر، ومعلقة ديال حبة حلاوة مع الناف وزنجلال، معلقة منقيين. انا ما حمرتهم، ملي غادي نديرهم مع العجينة ما حمرتهم. وغادي نحتاج قبيصة ديال الملح مع داك الكيلو ديال الدقيق. المقادير اللي بساط وموجودين في كل بيت. خديت هنا واحد الاناء ديال العجانه باش غادي ندير كلشي المكونات. غادي ندير داك الماء مع السكر سنيده، جوج كيسان ديال السكر سنيده، وجوج كيسان ديال الزيت. طريقه سهله، اي مبتدئات ديرو ويصدق معاها. صافي انا غادي ندير داك الزيت مع معلقه ديال الماء الزهر، وانا كنخلط، ونزيد داك الناف مع الزنجلال، حبه حلاوه، كيس ديال نكهه زهرة البرتقال، كتعطي واحد المذاق فيه كيجي رائع. تقدروا تعوضوها بالفاني. صافي انا كنخلط حتى كندير كلشي المقادير عندي، وقبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وانتم عينكم ميزانكم، حتى كتخلط ليا ديك السنيده مع داك الماء مع الزيت حتى كتذوب. وكندير الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه، ما تكونش العجينه قاصحه، ما تكون جاريه. الا قصحتوها راه غادي يكون لكم قاصح مع ديك المعلقه ديال الماء الزهر. وانا غندير الدقيق حتى كتخلط ليا كلشي المكونات، وغادي نديرهم في العجانه دغيا كتسهل عليا الطريقه، اولا تعجنوا بيديكم نتوما، كيبقى لكم الاختيار. نزيد داك الكاس ديال خماره الحلوه، وغادي ندير الدقيق بشويه بشويه حتى كتخلط ليا العجينه. الطريقه سهله، نتوما عينكم ميزانكم، ما تقصحوا العجينه ما تجروها، تكون العجينه بين وبين. صافي خديت هنا واحد لفوي باش غادي نخلط. غادي ندير كلشي في العجانه. ملي كنخدم فيها انا كنشعل الفران، وملي كندخلهم كنقص العافيه ونخليهم حتى كيطيبوا، كيتحمروا دغيا، كياخذ لنا واحد اللون ذهبي، كيجيو هشاش. صافي ملي كنخلط كندير الدقيق انا بشويه بشويه وانا كنخلط. طريقه سهله، غندير كلشي في العجانه ونبقى ندير الدقيق بشويه بشويه. ها ما تقصحوش العجينه، راه الا قصحتوها غيجيكم قاصح. صافي انا غادي نستمر حتى كنكمل العجينه ديالي، وتشوفوا معايا الشكل اللي غادي ندير. هذا هو القوام ديال العجينه، تكون رطبه. صافي غادي نقطع داكشي اللي غادي نستعمل وغادي نغطيها باش ما تجي لكم العجينه القشره من الفوق وتجيكم يابسه. خديت انا واحد شويه ديال الدقيق فاش غادي نستعمل، وغادي ناخذ واحد الموس باش غادي ولا الكاس اش غادي نخدم. وهذا باش غادي ندير داك النقاش اللي عاد فيهم. خديت هنا واحد الموس صافي، وغادي نقطع العجينه على شكل حربول، وغادي نطرسيها على داك الكاس. يعني ما ديروش الغلط اللي درت انا، خديت الكاس وقفت انا خصني نقلب. خصكم تقلبوا الكاس باش يعطيكم
الذرة ديال الكاس تكون عريضة. صافي غادي نحربل فيه حتى نديرهم مقادين، وغادي نديرهم على الكاس باش يجيونا الذرات مقادين على حساب الكاس. صافي ملي كندورهم كنبقى نقش ليهم باش يجينا داك طراسي على شكل الذرة. صافي كنعبر انا على شكل الكاس، كنرقق الجناب وكنخلي الوسط شويه غليظ، مع فيه على خميره غيتنفخو ويغلظوا مازال. طريقه سهله كما واضح لكم في الصوره. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنطراسيهم وغادي نقشهم باش يجي داك النقش باين فيهم، اولا تعوضوها بالموس اللي موجود نقضوا به الغرض، اولا تخلوها لك بلا ما تنقشوهم. صافي انا كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكملهم ونصفهم في الصينيه ديالي وندخلهم وتسيبو. ساهله الطريقه، اول تجربه صدق معك. ملي كنقص ندخلهم للفران راه كنقص ليهم العافيه. ها بنت انا بدات كتعاونني فيهم. طريقه ساهله وواضحه لكم. كيجي فيهم داك النقش، ملي كيتصيبوا كيبقى واحد النقش فيهم كيجي رائع. غير ما تغلطوهمش. صافي كنطراسيهم على داك الكاس وكنستفهم في الصينيه وندخلهم يطيبوا. الطريقه ساهله، دائما ديروها في الدقيق باش ما يلصق لكم، عاد نقشوا اولا تعوضوها بالموس اللي موجود نقض به الغرض. طريقه سهله ما فيهم كاع تعقيدات، غير كنوجدوهم. صافي ملي كنكملهم راه كنصف نديرهم في الصينيه ديالي. ها هو الشكل ديالهم بعد ما صفتهم في الصينيه ديالي. وخديت هنا غادي نديرهم واحد العود ديال القنافر، غادي نضغط عليهم باش يجيني واحد الشكل كيجي رائع. اولا تخلوهم غير هكاك، نتوما كيبقى لكم الاختيار، دائما التزيين كيبقى اختياري. وداك الزنجلال مع النفل كيبان فيهم رائع وكيعطي واحد البنه فيهم. وغادي ندخلهم وتسيبوا تشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم، كيجي فيهم داك النقش. اول تجربه يصدق معاكم، كيجي هشيش ومقرمش. او تقدروا تعوضوها بالحليب، ديروا فيه الحليب، انا قدرت فيه الماء، نتوما كيبقى لكم الاختيار. ونتمنى يعجبكم، دائما لا يعجبكم ما تنسوني باللايكات والتشجيعات، وما تنسوش تدخلوا عندي انستغرام. اي حاجه بغيتوها قولوها لي نخليها لكم في اسفل الفيديو. ونتلاقاو فيديو جديد.